في فترات كتير في حياتنا بتكون فيها أيام حرب بنواجهها وبنعيشها، لكن احنا مش عارفين إننا بنحارب أصلا، لأنها حرب خسيسة دايما بتضربك في ظهرك. أنت ما بتشوفهاش، لكن هي بتحاول تدمرك. ممكن تكون بتساعدها وبتقف جنبها. مجموعة من البشر كتبوا على نفسهم إنهم يلبسوا رداء خبث، خفاء شيطان عن مواجهتك. سرهم اللي جواهم بيعرفوا يطلعوا عكسه كويس قوي في وشك. انت اللي جواك دايما بترسمه ملامحك، ما بتعرفش تبص في عيون الناس، خايف تكشفهم، خايف انك تخسرهم، وعلى طول بتلتمس لهم الاعذار. طب وبعدين هنعمل ايه في الحرب دي؟ احنا اصلا ما نعرفش اننا بنحارب. الحرب الخفيه علينا دي ربنا عرفنا فيها سر من اسراره، وهو سر الفتح. في سوره الفتح ربنا سبحانه وتعالى بدأ البشرى: انا فتحنا لك فتحا مبينا. الله جل وعلا من اسمائه الفتاح، فتح للرسول نصرا وعزا مبينا، مكشوفا ظاهرا للمؤمنين والمنافقين والكفار. كشف الله سريرة المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. القلب الذي لا يبصر يصاب بالعمى. الكذب يغرقك في الوهم ويصم آذانك، أما المكر فمعه حقد وحسد. ولم يبقى للشيطان إلا الورع، فغلبوا الشيطان وخافوا عن أعينك ليحاربوك ويطعنوك من ظهرك على أياديهم وأيادي الخونة. ولكن ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. بين لنا الرحمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا، لنتعلم كيف نتضرع إلى الله، لنوقر الله، نصغر في حضرته، نضعف أمامه. لا نملك في الدنيا إلا أن نفر إلى الله، ندمع بين يديه وترق قلوبنا بوصله، حتى نرحم بعضنا البعض، وينشر السكينة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فتكون على صراط مستقيم، لا تقابل اللغو باللغو ولا الكره بالكره. أسلمت لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما يعرف المنافقين المتلونين المخادعين إن الغنائم قد عجلت للمؤمنين وأن الخير أصابهم، فإنهم لم يظنوا خيرا، لم يتعلموا درسا حتى فرصتهم في النجاة. وهمهم أنهم مستورين غير معلنين كالشياطين في خفاء. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعلمون خبيرا. ظنهم السوء أقنعهم ووقر الوهم جوه قلوبهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مش راجعين تاني، خلاص انتهوا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. حرموا من الغنائم وقضى الله أمرا في ذلك. أنتم أصحاب الوقيعة والمكر والخبث، أنتم أصحاب الوجوه المتلونة، أنتم الذين تضحكون في وجوهنا وقلوبكم عابسة حاقدة. لم يجدوا طريقا ليغتنموا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعلمنا الله سبحانه وتعالى ويرسخ في قلوبنا أن الأمر بيده، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يعلم السر، هو الذي يعلم إذا كنت تنطق حقا أم تنطق خداعا وكذبا. سر الفتح ربنا وصفه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فيض من العطاء لمن يملك قلبا واضحا سره بين ربه، يمده الله بالسكينة على قلبه والأمل والشجاعة والصبر. أشوفكم في سر جديد من أسرار وجودك. ما تنسوش المتابعة. شكرا لكم.